بابا بنتي ام هاني كيف بقيتي؟ شفت ما بغاش ولا قادر حتى تشوفي فيا. علاش غادي نشوف فيك؟ زيدون ما كنعرفكش اسيدي. انا عرفتك، بغيتك غير ترتاحي من جهتي. انا ما غاديش نلومك ولا نحقد عليك، لان عارفك ما عمرك غترجعي ليا، ولكن غتبقاي ديما موت بناتي، وهذا كافي باش نحترمك ونقدرك. هاد الكلام ما عندي ما ندير به، هذيك حياتك دير بها اللي بغيتي، اما البنات بعد عليك. دوي على راسك، بناتك كبار وعارفين مصلحتهم فين كاينه. ما تخافيش يا بنتي، انا دابا هنايا، انا معاكم وكتهمني مصلحتكم مهما كانت القرارات ديال المحكمه. انت بابا هو الكنز اللي عطانا ربي، وحنايا معاك حتى الموت. انا عارف بلي نتوما كنتوا ضحيه ديال هذه الحرب اللي كانت اساسا ما خصهاش توقع. انا ما قدرتش نحميكم، سامحوا لي. سي عبد المجيد، منال، تفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك نفتتح الجلسة. نبدأ الملف عدد 615/17. الأستاذ سمير بن عيسى المحامي، زكريا الحلو، سي عبد المجيد البيضاوي، حميد بن صالح، حاضر، أم هاني الزواوي، حاضرة، منال البيضاوي، حاضره، فدوى البيضاوي، حاضرة، مسيو الصديق، حاضر. الشاهد سي حميد بن صالح، تفضل. سيدي هذا الراجل كيشبه واحد شويه سيدي عبد المجيد، ولكن كيبان ليا قصير عليه شويه. دابا غادي نشوفوا العائله المقربه، السيده الام هاني الزواوي، تفضلي. اقسم بالله العلي العظيم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم بالله العالي العظيم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. دابا من بعد ما حلفتي، واش هاد السيد اللي قدامك هو راجلك عبد المجيد البيضاوي؟ لا سيدي، هذا ماشي راجلي، راجلي مات الله يرحمه. ما طلبتش منك فين هو راجلك، جاوبي على السؤال ديالي، واش هو ولا لا؟ لا. ولكن هاد التصاور اللي بين يدي كتبين بانه هو. نعم سيدي، بكل احترام، شبه كاين، ولكن انا راجلي ما يخفش عليا، راه 10 أعمار. واش كتقولي على بنته منال اللي كتاكد بانه هو؟ بنتي منال تاثرت بزاف بالموت ديال باباها، وكانت كتمنى بصح تعاود تشوفه، وهاد السيد هذا استغل العاطفه ديالها باش يوصل الغرض ديالو. سيدي الرئيس، هذا السيد بغى يستولي على الاملاك ديال العائله كلها، ولكن هو اللي ما عارفش انني انا ما نقدرش نفرط في بنات ولد عمي الله يرحمه. لا صدقت، نعطيك الكلمه ديالك. السي عبد المجيد، اغلبيه الشهود ضدك ما عدا بنتك منال والمحامي سمير، ومازال ما سمعناش بنتك فدوى حتى ترتاح وما تبقاش متوتره. اللي بغيت نعرف هو انت ما متيش فين كنتي؟ انا كنت مخطوف، واللي خطفوني طلبوا مبالغ كبيره ديال الفلوس. انا كنت كنحمي العائله ديالي وبناتي، ولكن في الاخر ما قدرتش نبقى هكا ساكت. عندك شي دليل على هذا الشيء؟ بنتي منال كنت عيط لها باش تبيع لي بار ديال هذه الشركه وتخلص عليا الفديه باش يطلقوني. تفضل. احنا قدمنا شكايه في هذا الموضوع للسيد وكيل الملك، والتحقيق مازال ساري، وكنظنوا باللي الناس اللي استفدوا من اعلان وفاه السي عبد المجيد هما نفس الناس اللي اختطفوه. سيدي الرئيس، هادشي كلشي كذوب، لا اساس له من الصحه. تفضل صدقت، نعطيك الكلمه ديالك. ولي يا بنتي فدوى، دابا قادره تكلمي؟ نعم سيدي. راه عادي، بغينا غير نعرفوا واش هاد السيد اللي قدامك واش هو باباك ولا لا؟ لا سيدي. فدوى، اش كتقولي؟ من بعد الشهاده ديال البنت الصغيره فدوى البيضاوي، المحكمه قررت باش تلجا لقسم الشرطه التقنيه والعلميه من اجل اجراء اختبار هويه الجينيه المعروفه ADN، ورفعت الجلسه.
وي. نعم. ياك دابا جبت لك لا موليكول، جبت لك لا فورمول، عندك كل شيء دابا. بغيت المنتوج يعمر السوق، بغيت نغزي العالم بهذا المنتوج هذا. هي ابتداء من السيمانه الجايه هادشي تنقول. كيفاش؟ المسائل الاداريه مش شغلك، انت تكلف بالشغل ديالك. راني فران وقد بحومه. الله يعاونك. الخبرة العلمية أكدت أنك عبد المجيد البيضاوي. رفعت الجلسة. اسمح لي يا بابا. ما كاين بس بنتي، ما كاين بس. درنا اكثر من جهدنا وما احترمناش ليتيك ديال الصناعه ديال الدواء. البروتوكول كله جربناه. شوف ليتيك البروتوكول ما عندي ما ندير بهم. بيزنس از بيزنس. المهم ان السلعه خصها تفيد دوك الناس اللي مرض واللي محتاجين. ولكن باش نقدروا نبيعو كيخصنا الترخيص، والتراخيص ديال باش تقدر تبيع على برا راه صعيب ومعقده بزاف. واش في راسك واحد الحاجه غتولي مشهور بحال باستور، افيسان، بنو رشد، وغادي يوليو يقراو عليك في المدارس وفي الجامعات. ايوا الحمد لله كان خير. ميمتي كنت عارف واحد الدوسي ديالهم كان قانونيا تخي فابل. فعلا الحمد لله بفضل الله وفضلكم نتوما قدرنا نوصلوا لهذه النتيجه، ولكن الطريق مازال طويل. غادي نبقاو ديما جنبك يا بابا حتى ترد حقك وحقنا معاك. ما تصوريش امال شحال انا فخور بك. وإلا بغيتي ترجع حقك في الشركه خصنا نوقفوا الصديق عند حدو. الصديق باغي يدير واحد المصيبه كبيره في هذه البلاد، وشحال ما ربحنا ديال الوقت باش نوقفوه شحال ما مزيان. بلاتي كانت مختبرات لاكيوي الطبية أنها توصلت بعد أبحاث جد معمقة لدواء موجه لمرضى السرطان. وإذا تأكد هذا الخبر الذي لا زال قيد البحث والتدقيق، شي حاجه ماشي هي هذيك. انا بنفسي سافرت للمستقبل ومنعت الصديق من لا موليكول باش ما يوزعش الدواء. والغريب في الامر هو عطاو الترخيص في 3 ايام. ما يمكنش. والسلطات الا ما اكدتش غادي يزور الاوراق، غادي يكون يزور الترخيص وغيوزع الدواء. وإلا وزع الدواء غيضرب واحد المجموعه كبيره ديال الناس اللي كان عندهم امل. وشنو ممكن نديرو باش نوقفوا هذا المجرم؟ نسافروا للمستقبل. نسافروا للمستقبل. خصنا ضروري لي زوتوريزاسيون سينو راه الجهد ديالنا كامل غيمشي فالصو. الجهد ديالك ما غيمشيش فالصو. هاك ها لي زوتوريزاسيون، تمتع مع راسك يا اكبر دكتور، الدكتور فريد.